أهلا بكم في زوم على الصحافة، ونستهلها بجريدة الشروق التي أصدرت مقالا بعنوان أبرز ملاحظات رئيس الحكومة حول مسودة الدستور، دعوة إلى توضيح صلاحيات وتساؤلات حول الجيل الرابع من الحريات، عباء فيه أن رئيس الحكومة أرسل مؤخرا رسالة إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي ضمنها أبرز ملاحظاته حول مسودة الدستور، والتي دارت أغلبها حول مزيد توضيح صلاحيات بين رؤساء السلطة التنفيذية، إلى جانب التأكيد على أن الدولة لن تكون مسؤولة وحدها عن الجيل الرابع من الحقوق مثل الحق في التنمية. أما في جريدة الصباح حول نتائج الدورة الأولى للتوجيه الجامعي عن طريق إرسالية القصيرة تضمن بلاغ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم الإعلان عن نتائج التوجيه الجامعي للدورة الأولى يوم 24 جويلية الجاري من منتصف النهار، وأنه يمكنهم التسجيل بترك فراغ ثم رقم البكالوريا عن طريق الرقم 85,000. ودعت الوزارة المترشحين إلى الدورة الثانية إلى اعتماد دليل توجيه الدورة الثانية دون غيره الذي سيكون موجودا على موقع التوجيه الجامعي، وتعمير بطاقات اختياراتهم وتسجيلها بداية من يوم 24 إلى غاية 28 جويلية. وفي التونسية جاء مقال بعنوان عبد اللطيف المكي لا وجود لحالة ملاريا جديدة وقريب مخزن عصري لتلقيها. قال أمس وزير الصحة عبد اللطيف المكي في لقاء إعلامي بمقر الوزارة خصص لدراسة الوضع الوبائي في تونس أنه لا وجود لحالة خامسة من مرض الملاريا، كما روج لذلك البعض موضحا أن الحالات الأربعة التي تم الإعلان عنها في حالات المعزولة، وأن الحصيلة الوبائية على مستوى الوطن مستقرة، وأن الإحصائيات كانت في حدود توقعات رغم ارتفاع وتكلف النقل لها على غرار الكلاب السائبة والبعوض. وأصدرت جريدة الصحافة في عيد ميلاده 95 تحية إكبار لنيلسون مانديلا، رفع ممثلو منظمات غير حكومية شركاء منظمة الأمم المتحدة بتونس تحية إكبار لمناضل الميزلانسوي في جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا الذي يحتفل بعيد ميلاده 95. وأكد المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بتونس منير ثابت خلال لقاء انعقد بمناسبة الاحتفال بيوم المانديلا الموافق ل 18 جويلية من كل سنة أن هذه التظاهرة التي تنظم تحت شعار أعمل وكن حافزا على التغير زمن إلى تعبئة الأسرة البشرية. أما في جريدة لابريس انطلق أمس انتخاب وأعضاء الذين يمثلون مجلس إدارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من بين 36 مترشحا، ومن المقرر أن ينعقد حول ثانية أو ثالثة في ضوء نتائج متوقعة. وكتبت جريدة لوطون محكمة الاستئناف بسوسة ترفض الإفراج عن المتهمين في قضية لطفي نقض، جاء فيه أن المحكمة رفضت الإفراج عن المتهمين في اغتيال المنسق الإقليمي بتطاوين لطفي نقض من حركة نداء تونس، وأمرت بتقديمهم أمام دائرة الجنائية. أما في الشأن العربي العالمي فقد كتبت جريدة القدس العربي البحرين جرحى وشرطي وعدد من المتظاهرين في صدمات. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية وشهود عيان أن مواجهات بين متظاهرين الشيعة معارضين للحكومة وقوات الأمن البحرينية أدت مساء الخميس إلى سقوط عدد من الجرحى من بينهم شرطي، وشارك مئات الأشخاص في تظاهرات مساء الخميس في قرى شعبية حول المناضلة تحت شعار سنسقط حمد، في إشارة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة. وجاء في جريدة الشرق الأوسط أعمال عنف واشتباكات في مظاهرات أنصار الرئيس المعزول لكسر الانقلاب، ضبط 13 في اشتباكات بالأزهر، والجيش حذر من التعرض للمنشآت العسكرية. تضافر الآلاف من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أمس تحت شعار كسر الانقلاب في مسيرات دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية. وأصدرت جريدة النهار اللبنانية مقال بعنوان اعتصام لأبناء مخيم البراجنة تنديدا بمخطط برافل الإسرائيلي. نفذ العشرات من أبناء مخيم برج البراجنة
اعتصاما في بيروت تنديدا بمخطط برافل الإسرائيلي الذي يقظ بتدمير عدد من القرى الفلسطينية، ولافتات تدعو إلى مواجهة برافر تفاديا لوقوع نكبة فلسطينية ثانية. وفي جريدة ذا نيويورك تايمز: بلجيكا أيضا تنتظر الأخبار المحتملة لملك جديد. تستعد بلجيكا لتثبيت ملك جديد في نهاية هذا الأسبوع، ويتساءل ماذا يعني هذا، خاصة وأن نوبة الفرح التي تعم القصر الملكي وصل إلى حد الهوس. ونمر إلى الشأن الرياضي، فقد صرح أيوب جرتيلة للتونسية: الإفريقي لم يتصل بي وطموحاتي مع السياسات كبيرة. عانت جماهير النادي الرياضي الصفاقسي كثيرا من السنوات الماضية من الشطحات المتكررة التي مر بها اللاعب الغاني مامادا يوسفو، الذي كان دائما وفيا لعادته المتمثلة في عدم احترام الرخصة التي يمنحها له الفريق عندما يتحول إلى مسقط رأسه، بل أكثر من ذلك فهو دائما ما يتجاوزها ليس بأيام وإنما بأسابيع وأشهر. وأخيرا أصدرت جريدة لوطون مقال بعنوان: الدوري الإفريقي، الترجي الرياضي التونسي يتوجه إلى رواندا في وفد من 40 شخصا من بينهم 22 لاعبا ليكون الممثل الوحيد لتونس في هذا الدوري الإفريقي.